بسم الله. حقيقة طلعت على كلام الأخ سعود اللي صرح فيه البارح، والحقيقة أنا مستغرب استغراب كبير. يعني كنت أظن أن الأخ سعود مختلف عن البقية في التقليل من نادي الشباب، ولكن الحقيقة خاب ظني. الأمر لا يعدو كونه بالنسبة لنا كشبابيين هذا نتيجة أننا احنا رجعنا، وأن احنا الآن بدأت الناس تهابنا، وبدأت الناس تهتم فينا، وبدأت الناس تشوف الشغل اللي جاي في نادي الشباب، وبدأنا نرجع على الوضع الطبيعي. طالما أن بدأت الناس تحاول تقلل منا وتحاول تقلل من مكانة النادي، معناها أن الشباب يسير في الطريق السليم ويسير في الطريق الصحيح. وكشبابين هذا الكلام يزيدنا أسرار ولا يهمنا ولا مهما كان. بالنسبة للنادي النصر، أو أنا حقيقة احترمت نادي النصر ولا مسيته بأي شيء، ولكن طالما رئيس نادي النصر يحاول يقلل من حجم نادي الشباب، فأنا أحب أذكره ترى نادي النصر إلى زمن كان الشباب متسيد مع الهلال، متسيد الساحة، والنصر كان في وضع بعد التأسيس ما لا جماهيرية ولا شيء، ولا كان ما فيه إلا مؤسسيه والجاليات يشجعونه من سودانيين ويمنيين، كان يسمى نادي الجاليات. فاليوم جاي تقللون من نادي الشباب. نادي الشباب كتاريخ وكعراقة وكتأسيس أكبر من